بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجميل مع تجربة جديدة من تجارب الاقتراب من الموت، وهي التي تعطينا يقينا بالله لا متناهي. هي التجارب التي حطمت الإلحاد. الشيء الوحيد الذي حطم الإلحاد في ذروته في عصرنا هذا هذه النعمة الربانية، تجارب الاقتراب من الموت. وكل من لا يعلم ذلك فهو جاهل نعلمه. أصبح العنوان الرئيسي تجارب الاقتراب من الموت تتحدى الإلحاد. كبار الملحدين، علماء الإلحاد، عاشوا هذه التجربة ورجعوا منها مؤمنين موقنين بالله واليوم الآخر وملائكته والجنة والنار، وصاروا يعلموا في الجامعات. يعني تقهقرت حملات الإلحاد تحت معاول هذه التجارب بإذن الله وبفضل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى أنه سيريهم آياته في الآفاق، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه تجربة جديدة قوية. أنا أوقن وأزعم أنه ما في حدا يسمعها إلا يبكي من خشية الله. ما حد سيسمع هذه التجربة إلا سيعلم عظم شأنه عند الله وعظم خطة الله سبحانه وتعالى فيك. ما في شيء حظ، كل قضاء وقدر. طيب، نبدأ مباشرة في هذه التجربة. تجربة بنيامين، هو مسيحي، يقول: ولدت بجورجيا 1972. والدي كان رجلا متدينا وأمي بعكسه ما كانت متدينة. قال: وضعوني للتبني عندما كان عمري 3 سنوات. لم أفهم كيف يمكن أن يتخلى الأبوان عن طفلهما وهو في هذا العمر. كيف يمكن أن يرمي الأبوان طفلهما في مركز الأيتام ليربيه غيرهما؟ ما فهمت. قال: فلعنت أبواي ولعنت السماء ولعنت الشيطان وكل شخص يمكنني التفكير فيه. طبعا انتكس، يعني هاي شغلة كبيرة ليست بالشيء البسيط، يعني وخاصة أنه ما كان عنده هالعقيدة الإيمانية القوية. قال: وفي سن الرابعة تكفل برعاية شخصان كنت أعتقد أنهما لطيفين طيبين، وكم كنت مخطئا بشأنهما، دان وروبن. كنت أعتقد أني سأكون في أمان معهما، ولكن مع الأسف كان قد تبنياني للحصول على بعض المال فقط. وعندما بلغت 6 من عمري بدأت أتعرض للضرب المبرح، وبأقل الأسباب التافهة وبلا أسباب، حتى أني أصبحت أستيقظ وسط الليل وأنا أصرخ بسبب الكوابيس المزعجة، فيأتي دان ويضربني بشدة مرة أخرى، حتى أنني لم أستطع الجلوس أسبوعا كاملا من شدة الضرب، وهو طفل صغير ما تجاوز عمره 6 سنوات. لم أستطع الجلوس لمدة أسبوع من شدة الألم، وأصبحت أتبول على نفسي رغما عني من شدة الخوف. وكنت كلما فعلت ذلك ضرباني بقسوة ومزيدا من الضرب المبرح، نسأل الله العفو والعافية. بكيت وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى أن يأخذني بعيدا، فقلت: من الواضح أن هذان الشخصان لم يرغبا بي كما لم يرغبا بي أبواي من قبل. استمر الضرب إلى أن وصلت السنة الأولى من التعليم الثانوي. كبر، صار بالسنة الأولى ثانوي وهو يضرب شبه يومي ويؤذى. قال: ثم قررت أن يتوقف كل هذه المعاناة. أصبح وزني 100 كيلو جرام، وكنت أتدرب لأقوي جسدي، يعني بده الآن يدافع عن نفسه.
وفي يوم من الأيام جاء دان ليضربني كعادته فلكمني في وجهي، وبعد دقيقتين وجد نفسه على الأرض ووجهه ملطخ في الدماء وفكه مكسور. كنت قد ضربته لكمة قوية. طبعا يدافع عن نفسه، يعني إجا بدون سبب وضربه، دان ضربه بوكس على وجهه، فاكر أنه حيضربه مثل كل مرة. هو بعد يعني قرر أنه خلص توقف هذه المعاناة، كان دائما يستسلم، الآن رد عليه، فسبحان الله حدث ما حدث. المهم جاءت الشرطة فكذبوا كلهم علي واتهموني بأني عدائي وأني أول من هجم عليه. قلت للشرطة مرارا أنا كنت أدافع عن نفسي، لم يسمعوا لي رغم كل المناشدات التي كنت أحاول أن أخبرهم بها من قبل. يعني كان دائما يحاول أنه يخبر الشرطة أنه يتعرض للأذى وكذا، لكن ما كانوا يردوا عليه، ومع ذلك حطوا الحق عليه وحبس 6 شهور. يا الله الظلم. لما خرجت كانوا قد منعوني من زيارتهم. جاءت امرأة لطيفة، سبحان الله الفرج الإلهي، هذا أول الفرج، أول الغيث قطرة. قال جاءت امرأة لطيفة اسمها جونز، طبعا مرشدة اجتماعية، تكفلت بإخراجي وأكرمتني، كانت لطيفة جدا معي. تبلغ من العمر 54 عاما، لديها 3 أطفال و5 أحفاد، لكني رجعت بعد ذلك تحت رعاية الدولة. يعني فقط أخرجته هيك، أكرمته شيء بسيط، ورجع سبحان الله تحت إيش؟ رعاية الدولة، كان أقل من 18 سنة. ثم تشردت، وخاصة بعد أن بلغت 18 عاما، فرفعت الدولة دعمها عني، فأصبحت بلا مأوى، أنام في الشارع. وكنت أتكلم مع الله عز وجل، أقول يا ربي ما ذنبي؟ يا ربي ماذا أفعل؟ أصبحت أنام بالعراء، وأصبحت أسرق ما يكفيني من طعام وشراب، أجوع لمدة أيام ولا أكاد أجد غطاء. وصفني المجتمع بالمتشرد الكسول. مررت بأوقات عصيبة جدا، كنت أشعر بالجوع والعطش لعدة أيام. أصبحت مدمنا على الكحول، ثم أصبحت مدمنا على المخدرات، ثم قررت أن أنتحر وأرتاح من كل هذا العذاب. فأخذت جرعة تكفي لقتل فيل كبير. بدأت أشعر بالدوران، ثم شعرت بالخدران، ثم لم أشعر بشيء، فوجدت نفسي أطفو بسواد عظيم. الآن هو روحه خرجت سبحان الله، ووجد نفسه في مكان مغلق، مكان كله أسود. هذا يحدث مع كثير من الناس، خاصة الذين ينتحرون. قال قال وقد أحاط بي هذا السواد من كل جانب. أين أنا؟ شعرت أن شخصا يراقبني، فقلت يا إلهي لماذا أنا؟ لماذا حدث معي كل هذا؟ أين أنا؟ لماذا تخلت عني عائلتي؟ لماذا عشت مع هؤلاء الأشخاص السيئين؟ قال فسمعت صوتا يقول لي اسمح لي بأن أدخل. فقلت على كل الأحوال لا أستطيع أن أوقفك، فتفضل. فلاحظت أني أنطلق بسرعة كبيرة إلى نقطة نور تقترب مني، وكان نورا ساطعا، حتى اضطررت إلى أن أغمض عيني. لقد كان نورا عظيما غمرني بكليتي. شعرت بالحب والحنان لأول مرة في حياتي، يلفني من كل جانب. لقد كنت أذوب في هذا الحب والحنان بمقدار هذا الحب والعطف، وشعرت بتقدير عجيب. يعني هذا بعض نور الله سبحانه وتعالى. قلنا سبحان الله كيف لما أنت تولد أمك وأبوك يضمانك إلى صدرهما، وأمك يعني تدفئك، تحضر لك، ترضعك، تحن عليك، تضمك بين ذراعيها. قال كذلك الله يستقبلك عند الموت. لكن طبعا كل واحد وحالته، حتى لو في عذاب يأتي، لكن يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ثم يعني في شيء يشعر بهذا الشعور قبل ما يرى مقعده من النار.
قال ثم رأيت كائنان عظيمان يتجهان نحوي ثم تناسب طولهما مع طولي، يعني كانوا عظيمين جدا ثم يتناسب طولهم مع طوله، يعني قعدوا ايش يصغروا. كان يرتديان ملابسا طويلة وأوشجة. كان الكائن الذي على اليمين بشع، على اليمين، على اليسار كان بشع، الذي على اليمين كان يشع نورا وكان جميلا جدا جدا جدا. طبعا على اليسار كان الشيطان وعلى اليمين كان سيدنا عيسى عليه السلام، طبعا لأنه هو نصراني، وهذا كثير من الناس لا تفهم لماذا يحدث هذا. هذا قال الله في كتابه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا الطبيعي وهذا الصحيح. المهم، قال كان يشع نورا، يتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام، وكان جماله يسطع بالنور بعكس الذي على اليسار. سألتهم: من أنتما؟ فأجابني هذا الذي على اليسار، قال: لا تخف أيها الإنسان، أنت تعرفنا بأسماء مختلفة، أنا الشيطان إبليس. شعرت بكمية حقده تجاهي، شعرت بكمية حقده تجاهي، يعني كلامه، شعر من نظراته أنه حاقد جدا. هكذا الشيطان سبحان الله. قال: ومن ثم تكلم الكائن الجميل فقال: وأنا كذلك يدعوني بأسماء كثيرة، عيسى، يسوع، المسيح عليه السلام، أمير السلام، هذا المشهور عنه. فقلت: كيف؟ طبعا المسيح ذكر الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه ساح الأرض دعوة إلى الله. قال: وأنه كان إذا مسح على مريض شفاه الله، وإذا مسح على ميت قام حي بإذن الله، لذلك سمي المسيح. فقلت: كيف يمكن أن تجتمعا وكل الشرائع السماوية تقول بأنكما مختلفان؟ فقال: كلا منا قد خلقنا الله تعالى لحكمة. وتكلم سيدنا المسيح عليه السلام فقال: ومع اختلافنا وتعاملنا مع الأمور بطريقة مختلفة إلا أن كلانا يخدم إرادة الله النافذة وقضاؤه المحتوم. هذا كلام عميق جدا. فقال الشيطان: لقد خلقنا الله قبلكم. الآن سبحان الله الشيطان بلش يتكلم. قال: نحن، يتكلم عن نفسه، الجن، طبعا هو إبليس، وإبليس هو الجن الكافر. الشيطان من شطنا، أي البعيد عن رحمة الله. الكل جن، لكن من طرد من رحمة الله وكفر يصبح اسمه شيطان. فقال الشيطان: لقد خلقنا الله قبلكم أنتم البشر وفضلكم علينا. شوف سبحان الله كمية الحقد، شوف انتبه ركز. لقد خلقكم الله وأنتم البشر وفضلكم علينا، مع أننا خلقنا الله قبلكم ومنحكم ما لم يمنحنا، مع أني كنت عبده المطيع، ولكن بعدما خلقكم أيها البشر وضعنا نحن في المرتبة الثانية. يا أخوان، أنتم خليفة الله في أرضه، أمر الملائكة وإبليس أن يسجد لك. أعزك الله، لا تكون عبد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. انتبه، الشيطان عدوك. شوف كمية الحقد. قال: فضلكم علينا، منحكم ما لم يمنحنا، أمرنا بالسجود لكم مع أني كنت عبده المطيع، ولكن بعدما خلقكم وضعنا نحن في المرتبة الثانية، جعلكم في المرتبة الأولى، ولم أرضى بذلك ولم أذعن. اتهمت بالتمرد فطردت، وحرضت قابيل على هابيل فغضب الرب سبحانه وتعالى. فقلت في نفسي، الآن بنيامين يقول في نفسه: ما يزال هذا الكائن يحمل هذا الكم من الكراهية المطلقة تجاه البشر، وكانت نظراته إلي نظرات حقد وتهديد. ذكرتني بالطريقة التي كان دان ينظر بها إلي، سبحان الله. فقلت: لماذا أنا هنا؟ ألا يجب أن أكون في جهنم؟ ألا يجب أن أكون في الجحيم؟ فضحك المسيح عليه السلام. شوف سبحان الله يعني. فضحك المسيح عليه السلام من كلامه وقال: لقد كنت هناك، أخذت عقابك، الوقت هنا ليس كما هو على الأرض. ثم قال الشيطان: سوف ألتقي بك قريبا، وكأنما يتوعدني، وتضخم حجمه، وقال له المسيح: يكفي هذا، اذهب. فذهب. فبقيت مع المسيح عليه السلام، بقي مع المسيح عليه السلام. شوفوا الآن المحادثة اللي حتصير بينه وبين المسيح بدون وجود الشيطان. قال: فسألته: لماذا تخلى عني أبي وأمي؟ نظر إلي يسوع المسيح بحنان وحب وقال: لقد أحبك الله تعالى
منذ خلقك، وأحبك والداك كثيرا وفرحوا بك، لكنك لا تعلم ذلك لأنك لا تتذكر، كنت صغيرا. لكنهما بعد ذلك قتلا في حادث سيارة. وما كان عارف أنه أبوه وأمه ما تركوه هكذا، هما قتلا في حادث سيارة فوضع في الملجأ. طبعا ثم سبحان الله يرى هذا المنظر في مراجعته لحياته. قال وفرحوا بك كثيرا لكنك لا تتذكر هذا. قال فلماذا تبناني دان وروبن؟ ما الحكمة من ذلك؟ فأجاب دان وروبن عضوان في المجتمع، ومثل قابيل أثر عليهم الشيطان سلبا فافسدهما، وأنت كنت تستطيع التعامل مع هذا، وكنت متنفسا لهما، لولاك لقتل أختك في التبني. يعني لو ما كان موجود لقتلت أخته بالتبني. شوف عظيم الحكمة الإلهية، كان متنفس لهما. قال وبفضلك فلن تختبر أختك الأذى أبدا. وكنت، يقول روبن، أنظر نظرات المحبة المليئة بالعطف في كلامه وكأنه طبيب نفسي يعالجني. ثم تقدم المسيح وعانقني، ثم قال لي يا بنيامين لقد عاقبت نفسك كثيرا بما فيه الكفاية، عليك العودة. فقلت ماذا عساي أن أفعل؟ شاب طائش عمر 19 سنة بلا عمل، أنام بالعراء. فتبسم المسيح قال ثم رأيت منظرا جميلا جدا، شاف شيء من الجنة. قال شوف أنت ماذا قال له المسيح؟ قال لا تقلق، ستتحسن الأمور بإذن الله، ستتحسن الأمور كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يا أخوان هذه القصة موجودة ومصورة حتى من كلامه نفسه. طيب وعليك عمل يجب إنجازه. هون ركزوا يا أحبابي أنه في عليه عمل، في رسالة. إذا هذا المتشرد المدمن المخدرات الله ينظر إليه بضرورة إنجازه لهذه الرسالة، فكيف أنت المؤمن الداعي إلى الله في كل كلمة، في كل لقاء لك رسالة، في كل يوم لك رسائل. أنت عظيم عند الله، إياك أن تستقل بنفسك أو أن تقول أن الله لا يحبني. الله يحبك حبا جما. طيب فقال عيسى عليه السلام لا تقلق، ستتحسن أمورك كثيرا بإذن الله، وعليك عمل يجب إنجازه. فوافقت، فوجدت نفسي مباشرة داخل سيارة الإسعاف، وكانت متجهة إلى المشرحة، يعني ميت بدهم يأخذوا للمشرحة. فتحركت، فصرخت الطبيبة لقد عاد للحياة، لقد عاد للحياة. هكذا يا أحبابي هذه التجارب كلها تكون بعد أن مات الشخص في المستشفى وكتب الأطباء أنه مات، وصار انعاش وما لم ترجع روحه، ثم رجعت سبحان الله. فقالت الطبيبة لقد عاد للحياة، توجه بسرعة للمستشفى. فلما وصلت سألتهم ماذا حصل؟ قالوا لقد حقنت نفسك بمادة كافية لتقتل فيل، وكنت ميتا لمدة 15 دقيقة. واستقبلنا الأطباء، أخذوا يتعجبون كيف عاد من الموت ولا يعلمون أن الله قادر على كل شيء. شوف كيف هلأ يقينه بالله صار. عشان هيك بحكي أنا حتى الملحدين يعودون مؤمنين وينشرون اليقين بالحياة الآخرة، واليقين بالجنة والنار، واليقين بنور الله. طيب قال وبعد أن خرجت قبضت علي شرطة بسبب سرقتي لبعض الأغراض من قبل، لأنه قال كان قبل ما ينتحر مش راح كان يسرق كذا. المهم قبضوا عليه الشرطة. قال لكن الحمد لله فقد عطف علي القاضي وسامحني وعفى عني، طلعوا براءة. قال ولولاه لسجنت لعدة سنوات، وكانت مشكلتي الثانية أن لا مكان لي أبات فيه. سبحان الله، لا أعلم كيف أتت تلك السيدة المساعدة الاجتماعية. قال طلبت مني أن أعيش معها وأخضعتني لعلاج الإدمان. هيك إجت سبحان الله، أخذته خلته يعيش معها وأخضعته لعلاج الإدمان. قال وكنت قد أخبرتها بتجربتي الاقتراب من الموت. قال ففرحت كثيرا وأظهرت لي الحب الحقيقي الذي كنت أفتقده. قال لقد كانت بالنسبة لي كوالدتي، أحاطتني بحنانها وأعادتني للمدرسة، وحصلت أخيرا على منحة دراسية، تخرجت وحصلت على شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا. يا الله، ما كل هذا التوفيق، ما كل هذا الحنان والحب الذي لا أستحقه. لقد كنت أشكر الله تعالى من كل قلبي. تزوجت وأنجبت أطفالا، وبقيت السيدة كجدتي تفرح بي كأني طفلها المدلل. ولما ماتت بكيت كثيرا
وتألمت كثيرا وأنا أفكر فأقول لقد كنت بمقام والدتي، لقد كنت ملاكا بكل معنى الكلمة. الله هو المهندس الرحيم الرؤوف بنا وبحياتنا. أنصحكم أحبتي مهما حصل أن تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تصبروا وتحسنوا العمل، والله الموفق. كان هذا آخر كلماته، ونقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مهما حدث توكل على الله سبحانه وتعالى، واصبر واحتسب أمرك لله، وادعو إلى الله، وادعو إلى الله. إن تك حسنة يضاعفها. حسنة، الله إذا وجد حسنة يجعلها كالجبال. أحسن الظن بالله وأكثر الدعوة إلى الله، يكرمك الله في الدنيا والبرزخ والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.